انا اشتريت دلوقتي سبيكر ودفعت فيها دم قلبي. تعرف اسعار السبيكر عامله ازاي؟ في سؤال اتكرر معانا كتير، بما اننا يعني جاوبنا في احد الفيديوهات على موضوع هي ليه ما بيركب لهاش باب. اوكي. طيب انا ما ركبت لهاش باب، ينفع اركب لها تهويه؟ خلينا برضو نتكلم انه احنا الفوكال بوث اول ما صممناها كان عندنا دايما تطلع ان احنا بنشوف العملاء بتدور على ايه، او ايه الحاجات اللي احنا ممكن نطورها داخل الفوكال ريكوردينج علشان تقدر تلبي الرغبات كلها. تمام. ففي البداية كنا معتمدين على ان الباب هو المكان اللي هيخش منه الهواء ويخرج. مظبوط. مع الوقت طبعا في عملاء كتير بقت بتاخد الفوكال بوث وتحطها في شقق ريكوردينج وتحطها في شقق مسحومة شوية، فيبقى المكان سخن حبتين، فلما يخش جوه مع الستارة البلاك اوت يحس ان العملية بقت صعبة جدا. فعملنا في التصميم الجديد فتحتين من فوق، بحيث احنا عارفين طبعا بشكل بسيط ان الهواء السخن بيطلع لفوق والهواء الساقع بيبقى من تحت، فبحيث ان الهواء السخن اللي داخل الفوكال ريكوردينج يطلع من الكابينة ويدخل من تحت الستارة البلاك اوت الموجودة من التكييف اللي موجود في الغرفة نفسها هواء ساقع، فيحصل عملية تقليب بسيطة للفوكال ريكوردينج. لكن ان احنا نركب تهوية بمعنى ان يبقى فيه قطاع تهوية زي اللي بيركب في الفوكال بوث المعزولة، لا مش للدرجة دي، يعني الموضوع ابسط من كده. هي اصلا ما تستوعبش فكرة ان احنا نركب فيها ده اصلا، يعني الامر مش محتاج ده يعني. بس يعني فكرة الفتحتين دول هيبقوا لطف بالظبط مع الستارة وخلاص. هتخنق جوه بقى. لا مش هتخنق. طيب ماشي، شكرا يا عمور حبيبي.